السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. معاكم امال سليم. يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. فيديو النهارده له احساس خاص جدا عندي، كان لازم اطلع معاكم النهارده عشان اولا اعمل معاكم الزبادي بالفواكه لانها جميله جدا في السحور، وكمان تشجيع لاولادنا اللي اول مره بيصوموا. كمان عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واكون معاكم ليله اول يوم رمضان. ان شاء الله هكون معاكم بكرة الساعة 12 في فيديو من فيديوهات رمضان. بإذن الله هنعمل أجمل حلويات شرقية مع بعض، وهنعمل أحلى مخبوزات إن شاء الله تفيدكم وتسعدكم بإذن الله. وهنعمل مع بعض النهاردة الزبادي الجميلة دي. زي ما انتوا شايفين قوامها كريمي وشكلها جميل جدا، وعايزة اقول لكم ان طعمها كمان حلو جدا جدا. هنقول كل الاسباب اللي ممكن تخليها مش ناجحة معاكي او يطلع طعمها لاذع او مش محبب للاطفال. تعالوا نشوف هنعمل زبادي بالفواكه ازاي مع بعض النهاردة. يلا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا كيلو من اللبن، بغليه كويس جدا. مش اول ما يفور تطفي عليه وخلاص، حاولي تستني كده تهدي النار وتغليه كده 5 دقايق وتقلبي فيه عشان لو فيه اي بكتيريا تموت. تاني حاجة هنحضر معانا كوباية من الزبادي الحجم اللي انت شايفاه ده، اللي هي العلبة حوالي 105 جرام. زي ما انتوا شايفين هنستخدمها كده بالمعلقة، مش محتاجين لا مضرب ولا هاند بلندر ولا حاجة ولا خلاط. هنستخدم المعلقة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنخلطها كويس جدا جدا لحد ما تبقى كريمي تماما. اهو زي ما انتي شايفة ادي القوام بتاعها. وبكون غالية اللبن واسيبه لحد ما يوصل لدرجة ان هو يبقى درجة حرارته حوالي 38 درجة. 38 درجة زي ما احنا بنقول كده زي رضعة البيبي، يدوب دافي بسيط جدا. خدت منه زي ما انتي شايفة كده حوالي معلقتين 3 وخلطتهم مع الزبادي، وهفضل اقلب فيهم لحد ما ينعموا مع بعض تماما. اهو بالشكل ده مفيش اي تخريزة ولا اي تكتلات. بعد كده هنزلهم على كيلو اللبن وهقلب كويس. بس انا دلوقتي بوريكم خطوة انك انتي لو حابة تشيلي الوش بتاع اللبن، بيبقى فيه وش بالشكل ده، بتشيليه عشان يبقى الزبادي يطلع معاكي كريمي وما يبقاش فيه طبقة من الوش من فوق. الخطوة دي ترجع لك، عايزة تشيليه تشيليه، مش عايزة خلاص عادي بتسيبيه برضو بتطلع جميلة جدا، يعني مش هتفرق كتير. اهو انا شلت كل الحاجات، وكنت شايلة حاجات برضو لان هو اول ما بتسيبيه يبرد بيكون طبقة كده من فوق، بتشيليها. وبعد كده بتحطي عليها الزبادي بالشكل ده على كيلو اللبن، وبتقلبيهم مع بعض كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض تماما. وبأكد عليكي ان ما ينفعش يكون اللبن درجة حرارته اعلى من اللي احنا قلنا عليها، عشان الخميرة ما يوقفش عملها. طبعا المقصود بالخميرة هي كوباية الزبادي اللي هي احنا حطيناها عشان تخلي اللبن يبقى زبادي، عشان في ناس ما بتعرفش يعني ايه خميرة الزبادي. بتحطيها عليها بالشكل ده وهتفضلي تقلبي لحد ما يمتزجوا مع بعض تماما. بتكوني محضرة الكوبايات، تكوني منشفاها كويس جدا، ما يكونش فيها مية، او البولات اللي انتي هتحطي فيها الزبادي او اي حاجة هتحطي فيها لازم ما يكونش فيها مية. انا النهاردة هعمل الزبادي بالفراولة. دي مربى فراولة انا عاملاها في البيت. لو مش عندك في البيت مفيش اي مشكلة، بتشتري اي نوع مربى اولادك بيحبوه وبتستخدميها بالشكل ده. بتحطي الكمية اللي تناسبك من تحت بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وهبتدي احط في كل البولات حوالي معلقة ونص كبيرة من المربى. بعد كده نزلت على البولات باللبن. بتنزليه كده بالراحة عشان ما يختلطش جامد مع المربى. هي عموما بتبقى المربى كثافتها اتقل، فما تقلقيش بتفضل راكزة من تحت.
فحطيتها زي ما انت شايفة كده، ودي اخر بولة معاكم انا بحط فيها اللبن، وحطيتهم في الصينية اللي انا هسيبهم فيها. حضرت مية في الكتل، المية ما ينفعش تكون مغلية، بتخليها يدوب سخنة، يعني سخنة كويس يعني، بس ما توصلهاش للغليان. وبتصبيها في الصينية بالشكل ده لحد ما توصلي لنص الصينية، او بمعنى تاني نص الكوباية او تلت الكوباية او نص البولة اللي انتي مستخدماها. يعني لو الكوباية طويلة لفوق يبقى انتي هتكتفي بنصها كده وخلاص. وبعد كده بغطيها بالبلاستيك راب. انا بحب اغطيها بالبلاستيك راب لسبب، لان البلاستيك راب بتقدري تتحكمي فيه ان ما يوصلهاش اي هوا تماما، فعشان كده بحب احط البلاستيك راب. لكن على فكرة لو انتي غطيتيها بحاجة كويس، بصينية تانية او بفوطين فوق بعض او فوطة واحدة تقيلة، برضو على فكرة بتطلع جميلة جدا، ما تقلقيش. انا غطيتها بالبلاستيك راب لان بيساعد ان هي تفضل فترة طويلة دافية، فكأني بعمل حضانة للزبادي بتاعتي. بعد ما شديت عليها البلاستيك راب كويس جدا، غطيتها بفوطة، وكنت مدفية الفرن يعني حوالي 4 دقايق، وبطفي الفرن وبدخل الصينية فيها. خطوة تاني جميلة جدا لو انتي بتعمليها في جو ساقعة، من وقت للتاني يعني مثلا كل ساعتين، هي يعني الزبادي البلدي ما بتاخدش اكتر من 6 ساعات، 5 ساعات 6 ساعات بتكون جهزت تماما معاكي. فانتي كل ساعتين كده او كل ساعة ونص بتسخني مية لدرجة الغليان، وتحطيها في حلة او في اي حاجة من تحت في ارضية الفرن، بحيث تبخر الفرن وتدفيها. دي بتساعد برضو على ان الزبادي تطلع معاكي. ده لو الجو ساقعة. لو الجو مش ساقعة او بتعملي في الصيف، فانتي مش محتاجة لا المية اللي بتحطيها في الصينية، ولا كمان محتاجة الحكاية بتاعت التبخير دي اللي هي تدفيلك البوتاجاز. وبتطلع معاكي زي ما انت شايفة ما شاء الله، هي كده بعد 6 ساعات بالظبط طالعة في منتهى الجمال. شايفة الوش كريمي ازاي؟ الوش كريمي جدا، وشايفة التماسك. انا على فكرة مرضتش اسرع اللقطة دي وسبتها، بحيث اوريكي ان هي فضلت كده فترة طويلة جدا، وما شاء الله ما اتقلبتش ولا حصل حاجة. اهي زي ما انت شايفة التماسك، شايفة كمان حطيتها ازاي، بجد جميلة جدا. وعايزة اقولك طعمها بجد حلو قوي، يعني انا حسيتها حاجة كده جميلة بجد كده، حاجة طبيعية عاملاها في بيتك، حلوة قوي قوي قوي. كمان لو بتعملي الزبادي سادة، يعني مش عايزة تحطي فواكه، عادي جدا بتحطيها، بتعملي نفس الخطوات وبتحطيها من غير المعلقة بتاعة المربى. مفيش اي مشكلة، بس ضيفي على كيلو اللبن معلقة كبيرة من السكر، بتدي طعم حلو قوي في الزبادي. اهي زي ما انت شايفة طالعة كريمي ازاي، بجد والله حلوة قوي. يعني معلش انا اول مرة احلب في الفيديو، بس هي بجد حلوة وطالعة كده زي القشطة. فان شاء الله تعجبكم وتفرح اولادنا اللي هم اول مرة كده بيصوموا معانا، هتشجعهم ان رمضان بنعمل فيه حاجات جميلة وحلوة. وكل سنة وانتم طيبين. واتمنى منكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تدخلوا قناتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل وصفاتي. بحبكم في الله، امال سليم.